اللي بغى اخر. يمشي معنا الاخلاقيات غنمشيو مع الاخلاقيات، اللي بغى يمشي معنا المحكمه نمشيو مع المحكمه، واللي بغى يدافع على فاقته غادي يدافع عليها، وحنا غندافعوا على راسنا. خصهم هما يفسروا لنا علاش هما اعتبروها اوترومون. مهم. حيت انا ما جبت لا لعاب لا مدرب لا فرقه لا حتى حاجه. زعما حنا اللي مستهدفين هذا العام بقوه التصريحات وقوه هذا، ولا المدرب ديالكم المدرب ديالنا حنا مع علاقه مزيانه وعنده علاقه مع بلادنا مزيانه ويسا ادابتي ولا كيحس براسو واحد منا. وشتي لو كان حنا المدرب ديالنا كان فيه جرام فاش غادي يقيس في بلادنا، كون اول حاجه حنا غادي نصيفطوه. مانو الا هما كيقلبوا على السبب باش نصيفطوا المدرب ديالنا غادي يقولوا لنا انهم ديرونجيهم شي حاجه ولا خايفين من شي اداء ديالو. ما كاينش مشكل. شفت الجماهير الرجاويه كيفاش تفاعلوا مع هذا التصريح ديالي. انا غير رجعنا غير عامين اللور، غير عامين غنمشيو لقطر، غنمشيو لكار دو فينال، غنمشيو لا كونفيرونس دو بريس ديال لويس انريكي بعد الفوز ديال المغرب في الربع النهائي، وخرج وقال لك اودي المغرب خون لينا لا كاليفيكاسيون الفوز. ما ضرهمش خاطرهم على بلادهم كيف ما ناضوا دابا. علاش لويس انريكي حتى واحد ما دار عليه تصريح ولا بلاغ ولا هادي ولا استنكار ولا اي حاجه؟ واش ماشي بلادنا هذيك؟ ولا ديك الساعه تقبلناها بما راها رياضيا، ودابا ما تقبلناش بما راها رياضيا. ما تصلوش بك رجاويين، ما استفسروش، ما قدموش لك استفسار شنو عنيتي بهذا التصريح؟ دو ما عنديش انا علاش. داير ما كانش خبر البلاغ تاع عيط لي واحد الصحفي قال لي ودي راه كان بلاغ، قلت له ما فراسيش. قال لي لا هذه 13 مليون، قلت له 13 مليون باش يكون في خبري البلاغ خصني نكون ابوني لاباج. يكون لا في هذا الطرف لا في هذا الطرف. نبغيو هشام يتمنى هو اللي يوضح لنا بالضبط هاد التصريح اللي جا الصباح في برنامج مارش اتاك. كنظن طريق ضروري يقدر انه ياخذنا هشام يتمنى. سي هشام اهلا وسهلا. اهلا سي هشام، يعني عاودنا سمعنا التصريح ديالك الصباح وشفنا البلاغ ديال الفريق الرياضي. نبغيو توضيحات لان الرجاء مشاو في اتجاه ديال انك اسأت الفريق في هذا التصريح هذا. واش هذا التصريح هذا عنده شي تاويلات ولا هذاك الشيء اللي فهموا الناس الجمهور الرجاء وفهموا؟ دابا انا شوف ما فهمتش كيفاش شي متتبع الكره ولا شي متتبع الرياضه ما فهموش. حيت كاع حنا كنا في الرياضه زعما ملي شي واحد كيكون دابا ما تنساش انه الجيش تصدر البطولات 20 دوره. دونك 20 دوره هما الاولين ملي خسروا اي واحد كيجي كيقول لك ودي راه تخونات مني البطوله. دابا ملي كنكونوا حنا لاعبين بيناتنا اي فرقه، واحد كيدوميني وكيضرب 3 ولا 4 باغ ولا الاربيت الجول كيشد بينالتي، ملي كتماركي انت في الدقيقه 92 ولا 94 كتقول لي واحد كيقول لك لا خونتيني. ودابا عندي واحد السؤال ساهل. انا شفت زعما شفت الجماهير الرجاويه كيفاش تفاعلوا مع هذا التصريح ديالي. انا غير رجعنا غير عامين اللور، غير عامين غنمشيو لقطر، غنمشيو لكار دو فينال، غنمشيو لا كونفيرونس دو بريس ديال لويس انريكي بعد الفوز ديال المغرب في الربع النهائي، وخرج وقال لك اودي المغرب خون لينا لا كاليفيكاسيون الفوز. ما ضرهمش خاطرهم على بلادهم كيف ما ناضوا دابا. علاش لويس انريكي حتى واحد ما دار عليه تصريح ولا بلاغ ولا هادي ولا استنكار ولا اي حاجه؟ واش ماشي بلادنا هذيك؟ ولا ديك الساعه تقبلناها بما راها رياضيا، ودابا ما تقبلناهاش بما راها رياضيا. لان التصريح كان كيحتمل تاويلات اخرى سي هشام. لا شوف انا جو سوي كوني بور دير سكو جو بونس ديريكتومون. فوالا هادشي علاش حنا اتصلنا بك باش نعرفوا شنو اكزاكتومون قصدتي. شوف المقصد انه الجيش تصدرات البطوله 29 دوره وجات في لا ديرنيير جورني انا بيردو البطوله. اذا انت سي هشام كدوي في اطار البعد الرياضي فقط لا غير. مي بيان سور بلاتي واش جبت شي حاجه اخرى من غير الرياضه؟ اسي جمال ما جبت حتى واحد انا من غير الرياضه. الا شي واحد دابا عنده شي نيه ولا عنده شي حساسيه خصو يفسرنا علاش. انا عطيتك دابا مثال انه بلادنا قال عليها خونات لا كاليفيكاسيون للدومي فينال وفي الفيفا وفي لا كونفيرونس دو بريس. ما ناض الفيفا قالت لويس انريكي خصو الاخلاقيات، ما ناض شي مغربي قال لك لا عيب وعار هادشي اللي كيتقال على بلادنا. الوغ كي شفنا بلاغ على فريق، الا كان الفريق كيدوز قبل من الوطن شكل اخر هذاك. ما عندنا حنا بلادنا هي الاولى وحنا وطنيين وحتى واحد ما تصلوش بك رجاويين، ما استفسروش، ما قدموش لك استفسار شنو عنيتي بهذا التصريح؟ دو تو
دو تو ما عنديش انا علاش داير ما كانش خبري البلاغ تعيط لي واحد الصحفي قال لي ودي راه كان بلاغ قلت له ما فراسيش قال لي لا عندي 13 مليون 13 مليون باش يكون في خبري البلاغ خصني نكون انا ابوني لاباج دونك انا جو نو سوي با او كورون ديال هادشي كله جو تروف كو سي نورمال الا خرجتيها من لو كونتكست ديالها يمكن الواحد يفهمها غلط انا ما فهمت شوف الجمهور ديال الرجاء يشجع فرقته هذاك سي نورمال يدافع على فرقته سي نورمال حنا كنا كنهضروا على الكره اي بوين باز اي سا نو ديباس با لو جو اي اسبري سبورتيف وحنا هذاك اللقب اللي فازت به الرجاء ذاك العام وما ما داتش غير اللقب ردات ميم لا كوب دو ترو هذا واحد ما نذكر لهم هذاك اللقب. واضح الامور. دونك التصريحات ديالك كانت في هذا الاتجاه هذا الرياضي ما عندها حتى شي بعد اخر. بغا يمشي معنا الاخلاقيات غنمشيو مع الاخلاقيات اللي بغا يمشي معنا المحكمه نمشيو مع المحكمه واللي بغا يدافع على فرقته غادي يدافع عليها وحنا غندافعوا على راسنا. خصهم هما يفسروا لنا علاش هما اعتبروها اوترومون. حيت انا ما جبت لا لاعب لا مدرب لا فرقه لا حتى حاجه زعما حنا اللي مستهدفين هذا العام بقوه التصريحات وقوه هذا ولا المدرب ديالكم المدرب ديالنا حنا عندنا معاه علاقه مزيانه وعنده علاقه مع بلادنا مزيانه ويسا ادابتي ولا كيحس براسو واحد منا وشتي لو كان حنا المدرب ديالنا كان فيه جرام فاش غادي يقيس في بلادنا كون اول حاجه حنا غادي نصيفطوه. maintenant الا هما كيقلبوا على السبب باش نصيفطوا المدرب ديالنا غادي يقولوا لنا انهم ديرونجيهم شي حاجه ولا خايفين من شي اداء ديالو ما كاينش مشكل. فوالا الامور مع الفريق الجيش بالك سي هشام ربما هذا الربط سي هشام انا احسن علاقه اللي عندنا مع المدرب هي اللي كاينه والمدرب ديالنا عندنا عنده فيه الثقه الكامله ديالنا وحنا غادي نبقاو مساندينو حتى لاخر دقيقه. سي هشام هذا الربط هذا ما بين التصريحات ديالك ديال اليوم يعني وفريق الرجاء اللي ربما لانها جات ايضا في اطار الحديث عن فريق الجيش الملكي وحنا كنذكروا انه في نهايه الموسم الماضي كان ما يشبه حرب البلاغات ما بين فريقي الرجاء والجيش فربما هذا هو اللي عطى ربما التفسير للتصريح ديالك. لا هادشي بيناتهم حنا ما عندناش مشكل. الجيش اليوم انا اليوم كنشكر المسيرين ديال الجيش على الخرجه اللي خرجوا وسحبوا ذاك الشكايه ولا قالوا ما توضعش اذا كانت ما توضعش لانه بعض المسؤولين ما كانش خبرهم وهذه هي العلاقه اللي بغيناها تكون ما بين المسيرين. لو كان قاعد تكون شي حاجه المسير ملي كل شي واحد عنده غلط يقول لك راه كاين غلط وحنا غادي نبقاو شوف الجماهير وكي خصنا حنا المسيرين نكون ديما كنحافظوا. انا ما عمري ما غادي نقيس في الرجاء فرقه اللي دو توت لي مانيير اون ا بوزوان دان رجاء فور بور كون سوا بلو فور. سمح نروح انا باش نجيكم زعما الا بغينا لو نيفو ديال الكره ديالنا يزيد قدام راه سي لو راجا كي دو بلو فور الجيش كي دو بلو فور اي بيان سور جيسبر كو لو اونكور بلو فور و كان بلو فور دونك سي كوم سا كو غادي نطلعوا النيفو اون ني با بور نيفلي بار لو با مي نيفلي بار لو هو. سمح نروح لها نوصل. وي ونستغل المناسبه في هذا التصريح اللي جا على لسان السي هشام بغيت نتكلم على الخارجات ديال المدرب. واش فريق الوداد كاداره اللي مسؤوله وعندها مسؤولين عندها اعطيني الخرجات ديال المدرب اللي انا نعطيهم لك ما كاين مشكل. خرجات واش مسموح لي بها؟ اولا نهضر على الويكلو نهضر على الويكلو بان ما مسموحش المغرب كيبغي يسوق يدير. ثانيا كيهضر بان كاين هناك توجه ضد الوداد على مستوى التحكيم ما بقاش كيهضر على هادشي. دابا انا غير دابا كان الحالات في 4 الحالات. ثانيا كملها بالحجره واش كان ممكن؟ واش هذيك الحجره الله يخليك كان المدرب دارك وطاحت من لا لان هذاك العمل ديال المدير المسؤول الجامعي هذاك المدرب واش كنتي بغيتي يقول اللعابه خرجوا راه لا سيكوريتي ديالكم ني با اسيور. لا انا السؤال ديالي سي هشام لا خليني نكمل السؤال ديالي وجاوب. ما غاديش تكمل السؤال ديالك. علاش ما تكملش؟ علاش ما نكملش السؤال ديالي؟ شوف انا الوداد عندها مؤسسه عندها ناطق رسمي عندها رئيس اللي يقدر شوف الله يخليك je ne laisserai personne diaboliser notre entraîneur. Notre entraîneur est quelqu'un d'intégré في بلادنا. Notre entraîneur est quelqu'un qui se sent très bien. ولكن خصو يبقى في المسائل التقنيه اللي كتهمو في المقابلات ما يحولش من ندوات الصحفي ديال المقابلات الى اشياء اخرى. الله يخليك خليوه حتى هو يخدم خدمته ترونكيل. ما كاين مشكل حنا كنديروا ملاحظات ديالنا باش نهضروا لونترينور ديالنا لا دانيير فوا لا ترادكسيون ديالو ما تفهماتش مزيان راه خرج يسي اكسكوزي وملي كيهضر كيقول لك حنا راه ما كيقولكش بغيتو تنظموا كيقول لك حنا بغينا ننظموا دونك راه يسو كونسيدير واحد منا نوتر انترينور
شوف راه سي كيلكان دو سوبر انتيغري. راه كونت اون جوي جو لو ريدي انكور اون فوا افيك ليكيب ديال العيون في التميز، راه دخل هو افيك لا توني ديال الصحراوي ديالنا في التيران. لا سي هشام انا ما عطيتش هذا البعد وما كنشكش في غير التصريحات خاصها تكون مسؤوله. كاين دي بروبليم افيك دي جوار دو ناسيوناليتي دو بيي كي سي فري اللي كيحاولوا يدخلوها في الكره. هو كيلكان كي سو كونسيدير اوجوردي ابار اونتيير منا. لا انا ما كنشكوش في هذا الشيء السي هشام، غير كنقول لك الخرجات ديالو. غير اسمح لي نكمل هذا التوضيح ديالو وانت عندك الحق تجاوب تقول اللي بغيتي. اولا الندوات ولا اللقاء الصحفي من بعد المقابله كتكون الجانب التقني اساسا هو كيخرج هذا الجانب، وهذا الجانب غير باش انا ما غندافعش على المدرب. انا حضرت كاع الندوات الصحفيه ديال المكونه في المباريات اللي كانت هنا في العربي الزاوي. الدور هذا هو التجويبه ديالو كتكون جواب على اسئله كطرح عليه. كيقول بعض المرات كيمشي تقطعوا غير واحد المقطع وكيبقى تفادي هذه التاويلات. لونترينور كيقول لك اودي الوداد est une équipe qui joue mieux avec un public, avec une ambiance. Malheureusement, كنتحرموا منها. On a eu 8 matchs à l'extérieur, dont 6 sans public. مع العلم انه وعلاش اداره ديال الفريق ما كتخرجش اللي كدير البلاغات وكتخلي المدرب يهضر؟ دابا حيت حنا اون طونك فريق عارفين لو فونكسيونمون، عارفين بما ملي كتكون لانترديكسيون ديال لو بوبليك سو ني با ليكيب ادفيرس، سي لي زوتوريتي عندهم دي كونترانت اللي حنا ما عندناش. بعض المرات كتكون شي مظاهره رياضيه في نفس البلاد والافكتيف ne permet pas d'assurer la réception des deux publics. بعض المرات كيكون دي ديبلاسمون، بعض المرات كيكونوا حساسيات ما بين الجماهير كيبغيو يتفاداو المشاكل. دونك كل واحد علاش كيبني هذاك القرار. حنا القرار ديال السلطه ما عندنا الا نحترموه وما عندناش باش ندخلوا في التاويل ديالو. واضحه سي هشام الامور. سؤال جاوبتي عليه الصباح ولكن كيسولوني عليه بزاف ديال الوداديين. كلشي تيهضر على بيرسيتا ورضا سليم. واش فريق الوداد الرياضي عنده شي اهتمامات لاعبين؟ شوف ما كاينه لا هضره لا اوفر لا حتى حاجه. maintenant ils sont assez intelligents pour gérer leurs affaires ديالهم بوحدهم. là aujourd'hui il y a eu un intérêt à un moment aussi bien pour Persita que Reda Slim, mais c'était le mercato d'été. هما ديك الساعه جابوا اون اوت فيزيون. حنا خرجوا من سميتو من الرادار ديالنا وما بقيناش هضرنا عليهم. بور لانستون زعما يا غيان بون. اي aujourd'hui حنا on voit d'autres joueurs les mêmes postes.